الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أما بعد أيها المسلمون، الغيبة من كبائر الذنوب، وهي محرمة بإجماع علماء المسلمين. ولشناعة الغيبة وشدة قبحها يصورها القرآن الكريم بتلك الصورة المنفرة المقززة. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرض الربا استقالة الرجل في عرض أخيه. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. عباد الله، وعن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. فيجب على كل مسلم أن يصون لسانه ويحفظه، وأن يكفه عن كل باطل وشر. فالحق جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي التوجيه النبوي الكريم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمؤمن الصادق لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا له. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعناه: المسلم الكامل هو الذي سلم الناس من لسانه ويده. وأما من لم يكن كذلك فلا يكون مسلما كاملا. وفي الحديث الآخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه ولا يدخل رجل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عباد الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يبلغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأبرار. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عباد الله، اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. استووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اتموا الصف الأول فالأول يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله. سمع الله لمن